مرحبا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم فيديو لمشترياتي من شي ان. رح فرجيكم فيه اخر قطع اشتريتها من شي ان، كيف كانت على اللبس وتجربتي معها. ما رح طول عليكم المقدمة كتير، وهي اول قطعة لليوم. خلينا نلبسها للملكان وبرجع لكم. وهي صبايا القطعة الاولى لليوم. هذا الفستان كتير ناعم على اللبس. حالاته انه مو ضيق مو مكسم على الجسم، يعني ما بياخد تكسيمة الجسم، خصوصا يعني اجمالا مريح كتير خرج محجبات. هلا انت الاكسسوارات اللي بتضيفيها عليه هي بترجع الك، اذا بتحبي تلبسي جاكيت معين فوقه، او يعني بيروح عليه كتير الوان جواكيت، بيروح عليه كتير موديلات للجواكيت. هلا هن هيك عارضينه على الموقع. هلا رح احط لكم صورته هون هيك على اليمين. هن هيك عارضينه، فانا ما ضفت له اي شيء مثل ما هو تركته. الحزام بس ما اجى معه، الحزام من عند يعني هو صاير مثل اكسسوار اكثر من حزام. فكمان على الموقع حاطين هيك على الفستان. بس الفستان كتير حلو على اللبس، خرج محجبات. يعني عن جد كتير بنصحكم فيه، لا تترددوا فيه ابدا. طوله كتير حلو. كتير فساتين عم يكون طولها مو مناسب بصراحة، او عم تجي كتير مكسمة على الجسم. اما بالنسبة لهذا الفستان فهو فعليا كتير مريح وخرج محجبات، وقماشته كتير حلوة مع انها صوف، بس ما بتجي راسمة رسم على الجسم. وكمان هلا بما انه هلا الدنيا شتاء فكتير بحسه مناسب لهالاجواء هي، فحبيته. وهاي القطعة الاولى. هلا خلونا نروح للقطعة الثانية لليوم، واللي هي البلوزة. وهي القطعة الثانية لليوم. على فكرة هاي القطعة كتير مميزة، يعني الموقع ما كنت متحمسة لها عقد ما شفتها على اللبس وعلى الواقع. لونها بجنن. الكنزة ابدا مو ضيقة، ما بتجي على قد الجسم، بالعكس كتير مريحة للمحجبات. هلا انا ضفت لها شوية اكسسوار ناعم بس مشان اغير لكم شوي عن السادة، مو اكتر. اما هاي الاكسسوارات بترجع لكم كل حدا كيف بيحب يلبسها. على اللبس بتجنن. سميكة، سماكتها كتير حلوة. يعني هلا في كتير بنات بتسأل انه بدها قطع شتوية سميكة تدفي، هي فعلا سميكة ما لها بحاجة حتى لجاكيت فوقها، تمام؟ فكتير بتدفي وكتير حلوة. وبصراحة حسيت نسبة النايلو فيها كتير قليلة، يعني في غير قطع لا باينة نسبة النايلون فيهم كتير قوية، اما هي فلا، اللون بجنن. وبتوقع الملكان هالمرة عاطية القطعة كتير حقها، كتير حتى انا كتير حبيتها وقت اللي شفتها. كتير ناعمة عن جد كتير ناعمة. وهي القطعة الثانية لليوم اللي انا حسيتها كتير مميزة. وهلا خلينا نروح على القطعة الثالثة. وهي القطعة الثالثة بصراحة كتير حلوة. انا هي اول مرة بفتحها، لسه ما يعني لسه لا قستها ولا شفت حتى موديلها على الواقع كيف. اللي كتير حبيته هو الكم، شايفين معي؟ على فكرة هاي الموديلات كتير ناعمة وبتعطي حركة للكنزة كتير حلوة للبلوزة او الكنزة. يعني هالشتوية اغلبية الكنزات عم تكون فيها هاي الحركة هاي، وكتير منكم ممكن انه ما تعجبها، بس لا عن جد على اللبس بتجنن كتير. عطت تغيير وبنفس الوقت حركة ناعمة وحلوة. هاي الكنزة هلا صوفتها كتير حلوة وناعمة، واضافة انه كمان ما بيجننوا. يعني بصراحة الكنزة كتير حلوة. شايفين تقليمتها كيف هيك ناعمة؟ شايفين هاي التقليمة كيف كتير حلوة بتجي؟ هلا انا بصراحة لسه ما عرفت مع شو بدي طبقها تمام، لانها قصيرة شوي. فبتحسيها خرج هيك جمعات صبايا وقعدات هيك اكتر من انه للطريق. اعطوني رايكم بالتعليقات كمان كيف انتو لقيتوها، واني اكتر قطعة حبيتوها. بس لسه ما خلصنا، لسه في قطعتين تانيات. اعطوني رايكم بالتعليقات كيف لقيتوا هاي الكنزة ومع شو بتلبقوها. يعني مع شو بتحسوها بتيجي حلوة، مع اي لون بنطلون، مع شو الموديل بتلاقوها حلوة معه. حاطوني رأيكم بالتعليقات لان انا لسه ما طبقت لها اي شي معها. وهلا خلينا نروح على القطعة يلي بعدها. وهي القطعة الرابعة كمان كتير ناعمة حلوة وطولها حلو.
بس فيها نايلون كتير. هلا هي سادة بس بتجي على قد الجسم، تمام؟ يعني بتلبس على الجسم لبس. هون بالملكان ما باينة بس هي بتجي على قد الجسم. قبتها هيك فانه ما كتير مفتوحة، مريحة مع الحجاب. كنزة عادي بضية عادية، فيها هيك حركات ناعمة هون هيك. يعني هي القطعة بتبين على هوا انتي شو بتلبقيلها، بس بتوقع بتروح مع كتير قصص ومع كتير موديلات وعملية معنا يعني. بس ما بنصحكم فيها من ناحية انه نسبة النايلون فيها كتير عالية. هلا خلينا نروح على القطعة اللي بعدها، وهي القطعة الأخيرة لليوم. لبقتها مع لون أسود إن كان البودي وإن كان البنطلون اللي تحتها، مشان تبين القطعة أكتر. هلا أنا فيني لبق شغلات مباشرة بس بصراحة ما عم تبين القطعة لحالها، فممكن إنه تنخدعوا فيها بهيك حالة، لأنه أنا دغري أوريدي جملتها للقطعة، تمام؟ أما هيك وقت بتركها مع لون حيادي فهي حتظهر القطعة أكتر. فمشان هيك انتوا يعني بتقرروا ساعتها هل هي القطعة هي عجبتكم ولا الطقم كله عجبكم او السيت كامل عجبكم. يعني مشان انتوا تختاري بالنهاية اريحية هي القطعة كيف لقيتيها، ما انه السيت كامل كيف عجبك. يعني فيك تلبقيها بكذا طريقة، مع كذا لون، مع الوان فاتحة، مع الوان غامقة، مع فستان، مع تنورة، يعني كل وحدة وطريقتها بقى. بس بالنهاية القطعة كتير حلوة، اللون مثل ما شايفين كتير رايق وكتير حلو. انا كنت متوقعته فاقع اكتر من هيك بس لا، حبيت روقانه. صوفته كمان كتير حلوة، يعني صاير فيه هيك حركات ناعمة هيك هون، تمام؟ صاير فيه هيك حركات ناعمة. هلا هو كتفه بيجي نازل، وهي موديل الايد من تحت. انا هذا هيك هالكمر هاد اللي هون او ما بعرف شو بتقولوا له انتو، كتير عم حسه عم يعطي اناقة للقطعة، كتير حلو ومرتب. مثل ما حكينا فيكي تطبقيه بكذا طريقة، كذا اوتفيت، بس كقطعة بنصحكم فيها وكتير لانه كتير حلو وكتير ناعم. بالنسبة لي كم حجبة انا بهمني طوله، فطوله بيجنن، وبنفس الوقت اللون كتير موضة وكتير دارج. صبايا بتمنى تكون عجبتكم القطع اللي فرجيتكم اياها، واذا كان في اي سؤال عن اي قطعة تكون جاوبت عليه، او اذا اي صبية حابة تشوف هاي القطعة على الواقع كمان تكون شافتها واستفادت وقررت هل يا ترى هي رح تشتريها او لا. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير وباي باي.